يحصل. يعني دائما البعض يسأل يقول إذا القضية التاريخية بهذه القراءة الشيعية كيف ممكن اثنين يفعلون ويفعلون ويفعلون وما عندهم لا قدرة ولا سلطة وليسوا أصلا من قبائل معروفة بحيث تقف خلفهم؟ لا، في أشياء مهمة ترى يغفل عنها الكثير. أولا القضية لم تكن عفوية، وأنهم طلعوا ماشيين في الشارع، جاء واحد قال لهم ترى الربع اجتمعوا في السقيفة خلنا نروح، راحوا للسقيفة صار حوار عفوي ونصبوا خليفة وانتهت القضية. لا، قضية الكرسي بدأ التخطيط لها منذ فتح مكة، يعني من سنة 8 للهجرة تقريبا. من السنة 8 للهجرة بدأ القوم في التخطيط للاستيلاء على سلطان محمد صلى الله عليه وآله بتعبيرهم طبعا. زين. وهذه القضية عرفت في كتب التاريخ والحديث بحديث الصحيفة. اجتمعوا بعضهم قرشيين بعضهم أنصار وكتبوا صحيفة في جوف الكعبة أن يزيحوا النبي صلى الله عليه وآله وأن يأخذوا الأمر. الخطة ما كانت تنحية أمير المؤمنين، لا، الفكرة هي قتل النبي صلى الله عليه وآله. لذلك تعرض إلى محاولات اغتيال، ابدأ من قضية تبوك وبعدها ممكن 3 أو 4 قضايا. هذا واحد، فالقضية مخطط لها. 2 قضية التوقيت، بالتعبير السياسي شنو يسموه التوقيت؟ ساعة صفر. ساعة الصفر لها دور كبير في نجاح أي قضية. كيف؟ متى ساعة الصفر كانت؟ وفاة النبي. ترى هذه الأحداث 90% منها حصلت قبل دفن رسول الله. يعني كل أحداث السقيفة وبدايات حصار بيت الزهراء وتهديد الزهراء، كل هذه الأمور حصلت متى؟ قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل شنو قيمة هذا التوقيت. الناس كانت في صدمة، حدث كبير، هول الصدمة، النبي مات لم يمت، دفن لم يدفن. القوم لأنهم كان عندهم تخطيط مسبق استغلوا انشغال الرأي العام بهذه القضايا وبدأوا التنفيذ، فتنفيذهم كان في وقت حرج جدا. هذا 2. 3 ما اكتفوا بانشغال الناس بالحدث الأهم الأبرز وهو شهادة النبي، بل عمدوا إلى بث الخلاف والفرقة بين الناس. كيف؟ بالإشاعات. شنو الإشاعة التي بثت؟ أن النبي لم يمت، وأنه من قال النبي مات يقتل. النبي عرج به إلى السماء وذهب ليلتقي بربه كما ذهب موسى. وصار خلاف بين المسلمين، مات ما مات، هل فعلا هو يموت أصلا لا يموت، وصار هذا الكلام الطويل طبقا لقاعدة ماذا؟ فرق تسد. هذا العنصر رقم كم؟ 3 ولا 2؟ لا ضيعني. الرابع وهو الأهم، كانت هناك قوة ضاربة عندهم وهم الذين أشرنا لهم في الندوة، الأعراب. كان عندهم اتفاق مسبق مع قبيلة اسمها قبيلة بني أسلم، وهذه القبيلة دخلت المدينة منذ أن خطب النبي وبدأت ملامح موته تظهر. النبي في خطبه الأخيرة أشار إلى أنه سيفارق القوم. من هذا الحين بدأ الأعراب في الدخول، لكن الدخول مو في شكل جيش، في شكل ماذا؟ خلايا، يدخلوا بال2 بال4 بال10 في شكل أناس يريدون أن
بالتعبير التاريخي يمتاروا من المدينة، يعني يتسوقون من المدينة. يعني عملية استخباراتية درجة أولى كانت. دخلوا متفرقين، كل واحد بيشتري شيء. ساعة الصفر متى؟ موت النبي. مات النبي، لبسوا الأزر الصنعانية اللي هو لباس الحرب بالنسبة لهم، وحملوا السيوف والأخشاب. هذا تعبير رواية البراء بن عازب. وما وجدوا شخصا في سكك المدينة إلا وخبطوه على رأسه وأخذوه لبيعة فلان. يعني المدينة احتلت. كم عدد هؤلاء؟ عددهم كم؟ 4000 شخص. سكان المدينة كم؟ كل سكان المدينة كانوا 30,000 لما توفي النبي، نص تاريخي. زين 30,000 فيهم ماذا؟ نساء، فيهم أطفال، فيهم شيوخ، هذا النصف طار. زين، وعدد كبير جدا من هؤلاء لم يكونوا في المدينة، لا سيما المؤمنين. وين كانوا؟ في جيش أسامة. فكان في فراغ في المدينة. جيش أسامة كان معسكر خارج المدينة. هؤلاء استغلوا هذا الفراغ وسيطروا على المدينة. والعامل الأخير عامل القمع. قمعوا كل شخص معارض، قمع. ودونك قضية سعد ابن عبادة، قضية الزهراء كانت حلقة من حلقات القمع في هذه المسيرة. واضح إن شاء الله؟ أحسنتم.